بتنظيم تونسي. المرة الرابعة للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري لأنها بالطبيعة مباراة أمام المنتخب التونسي 2-1. سارة قليل قائدة المنتخب الجزائري تتحصل على المركز الرابع. العلام الجزائري أكيد حاضر وكل الأعلام. أجواء رائعة. المنتخب التونسي يتوج بالمرتبة الخامسة، بالمرتبة الثالثة عفوا. ياسمين خنشوش صاحبة الهدف الثاني في مباراة اليوم، والتي منحت بها تونس المركز الثالث كما ذكرت. بهدف جميل جدا تابعتوه معنا في ملعب المرسى. مباراة مشوقة. منتخب الجزائري ياسمين التيزاوي في الدقيقة 7 سجلت الهدف الأول. تونس عدلت من مريم البرهومي من ضربة جزاء في الدقيقة 24، وياسمين خنشوش في الدقيقة 63 سجلت الهدف الثاني لتونس. المنتخب المصري في المركز الثاني يصعد بكامل نجومه. المنتخب المصري من القائدة حبيبة عماد، أيضا جوانا جورج، لاعبات اللي ظاهر الأقمصة متاعهم، منى فكري، حارستين وفاء ربيع، كنزي مجدي. نشاهدوا بالطبيعة، نعاود نذكر بكل اللاعبات. حبيبة عماد في المرمى لعبة أساسية اليوم، وفاء ربيع وكنزي مجدي زوج حارسات موجودين على بنك الاحتياط. حبيبة أشرف، فرح محمود، ردينا عادل رسول، فرح هشام، حبيبة عصام، جوانا جورج، نغم مجدي، جنة أحمد، منى عزت، حبيبة وليد، فاطمة زهرة محمد، فاطمة مصطفى، سارة خالد، سلمى كرم، حنين زكي، كاميليا هشام، أشرقت عادل، وكاميليا معتز بقيادة المدربة أميرة يوسف. هذه الحلقة قبل الأخيرة، في انتظار الحلقة الأخيرة بنهاية الدورة وتتويج المنتخب المغربي اللي انتصر في الدور النهائي على المنتخب المصري 2-0. الإطار الفني للمنتخب المصري. بطل الدورة منتخب المغربي. أكيد إهداء لهذه اللاعبة التي لم تشارك. فرحة كبيرة من جانب المنتخب المغربي. إيناس أبو شريف، ثم سكينة مديوني صاحبة الهدف الأول، رجاء مزارعي، غارو عسالة، أيضا جنة شريف، ماريا فوذيل، إيناس إدريسي، هبة اليوسفي ممتازة جدا. أيضا اللاعبة أمينة بن عمران صاحبة الثلاثية، دينا حناش. هذه الأجواء لاعبات الحقيقة متميزات من جانب المنتخب المغربي. أيضا دعاء كسيبة، سارة الدوفري، أحلام بخارب، أميرة معمري،
هاجر بالخير، جنة شريف. الحقيقة رصيد بشري ممتاز جدا للمنتخب المغربي، توج من خلاله بلقب الدورة بفضل ثنائية كينا الكومير وسكينة مديوني. طاقم كامل ومتكامل من الجانب المغربي. وصلنا إلى خط النهاية، المنتخب المغربي سيرفع كأس الدورة رسميا. اللحظة الحاسمة والفرحة أكيد مغربية. الكأس سهام بوحوش، الاسم الوحيد اللي ما ذكرتوش بالطبيعة باعتبار انها هي اللاعبة الأخيرة قائدة الفريق المنتخب المغربي، هي اللي بشرف على الكأس. سهام بوحوش، سهام تنتظر الصور التذكارية، أجواء كبيرة من مركب باردو. سهام بوحوش تتجه رويدا لبقية اللاعبات. سهام بوحوش، والمبروك للمنتخب المغربي رسميا بطل دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية لمنتخبات أقل من 20 سنة اللي نظمت في تونس من 26 نوفمبر إلى غاية 2 ديسمبر. كل الشكر للمنتخب.